اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير، صباح الهنا، صباح كل حاجه حلوه على عينيكم. طلبت مني تورتايه امبارح، قالت لي انا عايزه تورتايه بالنوتيلا البيضه عشان انا بحب قوي النوتيلا البيضه طعمها. قلت لها حاضر يا عيوني. وشوفي، قالت لي بقى شوفي انت كده هتعملي فيها، انا عايزه تورتايه تكون رقيقه، يعني ايه بسيطه قوي كده ورقيقه، ما تكونش ايه فيها بهرجه كتير. قلت لها حاضر يا عيوني. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا خبزت لها التورتايه عباره عن ايه، دي مقاس 20. جبت الحله بتاعه التورت بتاعه مقاس ال20، وحطيت فيها او حطيت بقى المقادير بتاعتها 350 جرام سبونج، على 4 بيضات كبار، على كيس فانيليا، على نص كوبايه ميه، وضربتهم في العجان كويس. طلع ما شاء الله تضاعف بقى حجمه. احنا هنعمله مع بعض باذن الله. حطيته في الحله بعد ما بطنتها، طبعا بعد ما بطنتها بورق الخبز. حطيته على درجه حراره 180. قعدت حوالي 35 دقيقة 40 دقيقة كده لحد ما اتظبطت، لأن الفرن كان حصل عندي فيه مشكلة وأنا شغالة. فمعرفش ناره عمالة تعلى وتوطى وتعلى لوحدها كده، معرفش فيه ايه. فبإذن الله النهاردة بإذن الله الراجل يجي يعملها بإذن الله. المهم قطعت هنا الديسكات، وهنا بجيب التب اللي هشتغل بيه. أنا هشتغل باتنين. فجبتهم خلاص كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا كنت عملت الكريمه عباره عن ايه، خدت هنا التورتايه دي كوبايه ونص كريم شانتيه، على كوبايتين ميه متلجه، على 3 معالق حليب بودر كامل الدسم، على 3 معالق سكر. ورحت ضاربه كله في قلب بعض، وطلع بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طلع طعمه حلو جدا. الحليب البودر بيدي طعم حلو، وبيبقى بديل للحليب السايل، يعني فاهميني. مع ان انا في الشتاء لما بعمل الكريمه في الشتاء بعملها بحليب سايل، يعني بعملها بحليب كده ايه، لبن حليب يعني. لان في الشتاء الحاجه ما بتبص بسرعه، لكن في الصيف الحاجه بتبوظ بسرعه، عشان كده ما بنحطش لبن في الصيف على الحاجه. المهم انا بحب قوي طعم الفراوله مع الكيكات والتورت وكده، بيدي طعم حلو قوي. فعملت لها، هحشي لها هنا الكريمه، واحط لها عليها كمان صوص الفراوله. هيدي طعم حلو قوي مع النوتيلا البيضه. اللهم صل على سيدنا محمد. شفتوا ما شاء الله الديسكات عاليه ازاي. الديسكات دي انا مقطعاها اكتر من، يعني اكتر من رقم 8 اللي عندها منشار هتعرف الرقم ده. الديسك ده متقطع كده ايه، اللي هو رقم 8 او اعلى شويه من رقم 8. انا قلت المره دي خليها عاليه، يعني خليها عاليه. بصوا ما شاء الله، انتوا شايفين كده العلو بتاع الديسك قد ايه، ما شاء الله حلو قوي، حلو قوي فعلا يعني. المهم سقيت هنا. طبعا انتوا عارفين احنا بنسقي بايه. السيرب اللي احنا بنسقي بيه عبارة عن كوباية سكر، كوبايتين مية، حطهم يغلوا على النار 5 دقايق. وبعد ما يغلوا على النار 5 دقايق اقوم معصرة عليهم نص ليمونة، واسيبهم كمان يغلوا 5 دقايق او 7 8 دقايق كمان، واطفي عليهم. السيرب بيبقى خفيف خالص، بس بيبقى خلاص واخد بقى طعم الليمون مع طعم السكر، طعمه حلو قوي. وزي ما اتفقنا ان احنا بنسقي بيه برضو في الصيف، علشان خاطر الشتاء الصيف الحليب بيبوظ بسرعة. لو هنسقي مثلا بحليب، انا اوقات كتيرة بسقي الترط بحليب لما احب ادلعها بقى زيادة عن اللزوم بصراحة يعني. وممكن اسقيها بحليب لو هي خلاص التورتيه انا عارفه انها هتخلص النهارده، يعني مش هتقعد مثلا عندها في يومين 3 في التلاجة، فخلاص ممكن اسقيها لها بحليب وابقى مطمنه، لانها مش هتلحق الحليب مش هيلحق يبوظ فيها او كده. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. بدأت هنا بقى ايه احشي كده واجلس بقى التورتايه. بصوا بالراحه كده، على الهادي على الهادي نجلس كده، وما نبقاش مستعجلين عشان الحاجه تطلع مظبوطه. يعني ما شاء الله بصوا اهو، واحده واحده، ما كوني بتعملي حاجه ما تجريش وما تستعجليش، عشان حاجه تطلع منك كده ايه مظبوطه كده، واحده واحده. وانا كان في رسمه كده في دماغي، او كان في شكل في دماغي، فقلت هعمله لها. وفعلا بسم الله ما شاء الله عجبها جدا جدا جدا، وهتشوفوه دلوقتي بعد ايه، بعد ما اخلص شوفوا هيبقى طالع عامل ازاي. طبعا هنا انا ايه واحده واحده كده بظبط كده في التورتايه. وبصوا ما شاء الله، رغم انها معموله 3 ديسكات الا ان بصي العلو بتاعها قد ايه. شايفين؟ بصوا العلو بتاعها قد ايه، انا بوريه لكم اهو. بصوا. المهم هجيب بقى السكريبر المشرشر ده كده، بس الشرشره اللي هي العريضه شويه شكلها بيبقى جميل، احلى من الشرشره اللي بتبقى ايه جنب بعضها دي الضيقه. جبت الشرشره اللي هي الواسعه. هنا جبت النوتيلا بقى، وهبدا هنا ايه احط بقى عشان اشتغل. وكنت حطيت الكيكايه في قلب الفريزر، مش في التلاجة، حطيتها على طول في الفريزر. هنا خدت نوتيلا. طبعا النوتيلا تقيلة،
وانا هحطها في كيس حلواني، وانا برضو عايزه ايه اطلعها بشكل معين، فانا هحط لها، بصوا الكميه دي انا حطيت لها معلقه زيت واحده بس، معلقه زيت طبعا حلو ملوش اي ريحه. او عندك طبعا اللي هو زيت عافيه هتحطي منه حلو قوي، او اللي هو زيت الذره يعني. انا عايزاه بقى بنفس القوام اللي انتوا شايفينه ده، لان انا هقول لكم دلوقتي انا عايزاه بنفس القوام ده ليه، مش عايزاه خفيف، او مش عايزه اخف واخليه سايل عن كده شويه. هقول لكم ليه دلوقتي. انا هعبيه بس كده الاول في قرطاس الحلواني، ماشي، وهركنه كده، وبعدين هعبي برضو الكريمه بتاعتنا اهي. انا هنا بقلب كده الكريمه عشان الكريمه طبعا ايه تنعم معايا وتبقى ناعمه، ما يبقاش فيها ايه فراغات هوا. خدت التب ده وهبدا هنا اشتغل بيه. بس هحط طبعا هنا بجهز بقى كده الشغل عشان ايه يبقى كل الشغل مره واحده، ما اقعدش راحه جايه اعبي واعمل والكلام ده كله. ادي التب اللي انا هشتغل بيه. بدأت هنا ايه اعبي بقى الكيس الحلواني واطلع منه الهواء كده وايه، وهنا بجرب الكريمه عامله ازاي في قلب البوله. طلعتها من الفريزر وبدأت هنا ربطت الكيس الحلواني، وهقصه بقى كده ايه بسيط كده عشان ايه، عشان اشتغل بيه حاجة بسيطة قوي، اللي هو طبعا مش ايه خرم بسيط كده او فتحة بسيطة كده. واحدة واحدة هنا بقى هعمل كده. انا عايزة هنا مرضتش اتقل مرضتش اخفف النوتيلا، عشان انا عايزه النوتيلا لما تنزل على الكيكات تبقى عامله زي الشمع. عارفين الشمع لما بيسيح ويروح واقف كده ما بينزلش للاخر؟ انا عايزه اللي هو منظر الشمع اللي هو كانه سايح ده وايه ومش نازل للاخر. انا مش عايزاها تسقط معايا لحد اخر التورتايه. بس هنا بصوا بقى هي كده وقفت اهي. ليه بقى وقفت وهتبقى وقفت على كده؟ عشان تقيله. وهنا بقى بس الايه اللي هو القصير قوي ده، هو ببدأ ايه بس ايه اديله كده حاجة اظبطه بيها عشان ايه يطول سنة، يعني يبقى ايه يبقى شكله كويس. بس انا هنا عايزة يبقى منظر زي منظر الشمع السايح بالظبط، عشان كده مرضتش اخفف النوتيلا. ماشي. وهنا بقى ايه هبدأ بقى اخد كده النوتيلا وايه وافردها على التورتايه من فوق. ما شاء الله، عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي بصراحه يعني. هو انا هنا كنت محتاره افردها بقى بالمعلقه مثلا ولا اسيبها، بس قلت خلاص افرديها واديها شويه ايه، واديها الشكل اللي هو فيه تعريجات وحاجات زي كده. عشان لسه هعمل فيه حاجه تانية. بصوا اهو. هنا انا بجيب بس على الحروف اللي ايه اللي هي باينه الكريمه منها، الكريمه البيضه. ببدا كده اوزع وهحط تاني برضو. بصوا اهو. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي وخدت كميه نوتيلا كويسه يعني ما شاء الله. اهو. طبعا ده اللي ايه باقي في الكيس كده، بس انا ايه هاخد بقى احط على الحروف البيضة اللي هي باينه، الكريمه باينه فيها، وهي واوزع بقى كده، واخليها فيها تعريجات شويه تعريجات كده، لان هعمل عليها ايه، هعمل عليها برضو خطوط كده. سبتها تنشف شويه وايه وبالنوتيلا بقى. بصوا بدأت اعمل عليها دواير 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 كده عشان تديني المنظر ده. بصوا عامله زي ما شاء الله، حتى شبه تحسيه شبه الشمع. التب ده بصوا بقى انا بشتغل بعمل الروزيتا ازاي اهو، يعني ايه بقى انتوا شايفين اكيد الطريقه يعني عشان تطلع بالمنظر ده. بس انا بعد ما عملت الروزيتات كده اكتشفت لقيت الروزيتات كبيره قوي على التورتايه، يعني التورتايه دي عايزه روزيتات تكون صغننه شويه. شلت الروزيتات الكبيره وعملتها بنفس الطريقه على صغير بقى شويه، فعملت معايا كميه اكبر زي ما انتوا شايفين. وبدات هنا اعمل اطار كده من تحت برضو بالكريمه، بالتب التاني بقى من تحت كده في الكريمه يعني. هنا بس هحط كمل كريمه عشان كانت خلصت. بصوا عملت كده الاطار من تحت، خلاص انا خلصتها. وهنا بقى بما ان انا حشيت طبعا انا حشيتها بتاع ده، حشيتها صوص الفراولة، فانا هحط عليها كريز. انا كنت هحط كاندي توت، بس قلت لا مش هحط كاندي توت، هحط كريز عشان يبقى مع طعم الفراولة يبقى طعمه حلو وطعمه يبقى مستساغ كده. طبعا لو عجبك الفيديو اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس، متنسيش اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو. قولي ايه رايك. طبعا كان باقي هنا، بصوا بقى كان باقي نوتيلا اهي. هبدأ هنا بصوا دواير كده برضو، يعني انا ايه عايزة كأن بالظبط انا رشة جواها شوكولاتة بيضة. بصوا اهي. وقولوا لي ايه رأيكم في التورتايه البسيطة الجميلة دي. عجبتها جدا جدا وقالت لي حلوة قوي ورقيقة قوي.
واشوف باذن الله، اشوفكم على خير باذن الله، وسعاده وسلامه يا رب. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، ويفعل زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصله اشعار بيه. اشوفكم على خير، مع السلامه، باي باي.